خلاص شهر رمضان على الأبواب، وسواء بتشوف الفيديو ده قبل رمضان أو في رمضان فهو بإذن الله هيفيدك. كلنا بنبدأ شهر رمضان متحمسين وحريصين على إننا نستغل الشهر أفضل استغلال في العبادات والطاعات وما نضيعش ولا يوم، ولكن اللي بيحصل لكتير مننا إننا بنبدأ أول كام يوم بالكتير أول أسبوع ماشيين كويس في الفرائض والنوافل وقراءة القرآن وتدبر القرآن والصدقة والدعاء، وبعديها بتضعف الهمة، وزي ما تقول كده الهمة والحماس اللي بدأت بيه أول رمضان بيقل. والحقيقة ده بيحصل لأسباب جواك أنت معالجتهاش قبل ما تقبل على رمضان. الخطوة الأولى النية شرط لصحة الصيام، وهي أساس كل عمل، فالصيام في رمضان وغيره ما يصحش إلا بنية صحيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني أي عبادة سواء صيام أو صلاة مش هتقبل إلا لو نيتك صادقة وصحيحة لله سبحانه وتعالى. الخطوة التانية التوبة، إنك تستغفر وتتوب إلى الله، وده مش عشان شهر رمضان بس، ده المفروض دايما، ولكن بما إنك داخل على أحد أهم مواسم الطاعات فلازم تكون مستعد بشكل كويس. أكيد كلنا بنذنب وبنحتاج إلى التوبة، والذنوب والمعاصي بتثقل على المسلم الطاعات والعبادات. يعني تبقى عايز تقرأ قرآن ما تقدرش تخلص وردك اليومي، حتى الأذكار والدعاء والصلوات بتقصر فيها أو ما بتحسش بلذة العبادة. فعشان كده التوبة والاستغفار والافتقار إلى الله أول وأهم الأولويات اللي تبدأ بيها. الخطوة الثالثة الابتعاد عن الملهيات اللي بتبعدك عن ربنا وبتضيع وقتك، وفي الوقت الحالي الملهيات بقت كتير وخطرها وضررها بقى أشد، بدءا من المسلسلات والبرامج للسوشيال ميديا وصحبة السوق. لازم الجوانب دي كلها تديرها بشكل جيد، لأن دي اللي بتسرق وقتك في رمضان، لأن هو شهر واحد بس بيجي مرة واحدة في السنة. يعني توقف الأفلام والمسلسلات تماما، لأن غير إنها بتسرق وقتك هي كمان ذنوب ومعاصي. والسوشيال ميديا هي أكتر حاجة بتلهيك وبتبعدك عن هدفك في رمضان. لو مش هتقدر توقفها تماما قلل استخدامها تدريجيا بقدر الإمكان. الخطوة الرابعة ضروري إنك تبدأ تستغل وقتك صح، لأنه محدود ومش هيستناك. شهر رمضان أفضل فرصة تبدأ تحسن من نفسك فيها وتقرب من ربنا وتلتزم بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. الخطوة الخامسة الاهتمام ثم الاهتمام بالدعاء طول الشهر. من الحاجات اللي هتفرق معاك في رمضان الدعاء، في الصلاة وبعد الصلاة وقبل الفطار وفي الثلث الأخير من الليل. طول شهر رمضان ما تتوقفش عن الدعاء، ما تقولش أنا هستنى ليلة القدر، ممكن ما تدركهاش. خليك ملازم للدعاء دايما، ادعي ربنا بكل شيء، بالهداية والرحمة والمغفرة والصحة والستر، وإن ربنا يتقبل صلاتك وصيامك. ممكن تجهز أدعية بحاجات أنت نفسك فيها وبترجوها من الله. اطلب أي شيء من ربنا. بين آيات الصيام في سورة البقرة تأتي آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء مستجاب وربنا قريب منك، ومهما كان اللي بتطلبه من ربنا فهو قادر على كل شيء، فتوكل على الله. افتكر دايما إن شهر رمضان هو شهر واحد في السنة، وقت محدد وفرصة كبيرة جدا إنك تبدأ بداية جديدة وتقرب من ربنا وتبعد عن الذنوب والمعاصي. النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.